أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وحلقة رقم 10، قصة صحاب غدار، الجزء السابع. أعزائي المتابعين، حلقة رقم 10 من قصة صحاب غدارة، حلقة مليانة أحداث جميلة جدا يا أعزائي المتابعين. الحلقة دي يا أعزائي المتابعين يعني أنا اشتغلت عليها 3 أيام بحالهم في تأليفها حرفيا، وأفكار الأحداث نفسها جميلة وفوق الخيال. يعني فكرة الأحداث بحد ذاتها رائعة جدا، بتجمع بين اللي هو الرومانسية والأحداث الأكشن في نفس الوقت، فحاجة يعني في منتهى الجمال يا أعزائي المتابعين. قبل ما أنسى، حط لايك وكومنت واشترك في القناة وفعل الجرس علشان نقدر نوصل ل1,000,000 مشترك. أيوة، زي ما انت شفت كده 1,000,000 مشترك. ده هو الهدف الأساسي من قناة اليوتيوب بالقناص إديتور. فيا أعزائي المتابعين، من فضلكم ياريت ياريت نظبط الدنيا كويس في كل حاجة في قناة اليوتيوب. أعزائي المتابعين، أنا عارف إن أنا الأيام دي بتأخر شوية في تنزيل الفيديوهات، بس اعذروني والله، الظروف صعبة جدا وفوق ما تتخيلوا من الصعوبة يا أعزائي المتابعين. أنا والله لو عليا أنا عايز أنزل لكم فيديو كل يوم، بس أنا مش قادر إن أنا أعمل كده، فبنزل فيديو كل 5 أيام، كل 9 أيام، كل 20 يوم. والله يعني على قد ما أقدر بحاول ما أتأخرش عليكم في تنزيل الفيديوهات، لأن ده لمصلحتكم. انت لما تبقى واحد مشترك في قناة يوتيوب، اكيد انت بتبقى مستني الجديد عشان تتفرج عليه، فانا مش عايز اتأخر عليك مهما كانت الظروف في اني انزل لك فيديو جديد تتفرج عليه، لان انا يهمني مصلحة المتابعين قبل اي حاجة. ايوه، مصلحتك بالنسبة لي مهمة يا عزيزي المتابع. انت دلوقتي مشترك في قناتي، واكيد عمال تدخل وكل شوية وتفتح القناة بتقول يمكن نزل فيديو جديد، يمكن النهاردة نزل فيديو جديد، لو ما كانش النهاردة يبقى بكرة، لو ما كانش بكرة يبقى بعد بكرة، صح؟ فانت اكيد منتظر اني انزل فيديو جديد، وانا والله على عيني، بس الظروف صعبة جدا يا اعزائي المتابعين. الظروف هي اللي بتأخرني في تنزيل الفيديوهات، فياريت يا اعزائي المتابعين تدعولي بالتيسير كده، وان شاء الله ان شاء الله يعني لو الظروف بقت كويسة جدا اوعدكم ان انا هنزل لكم فيديو كل يوم على القناة بإذن الله. بس هي الظروف يعني تتحسن لمرحلة كويسة جدا، وانا ان شاء الله يعني اوعدكم فيديو كل يوم جديد. طيب لو ما قدرناش نعمل كده، هيبقى مثلا كل يومين، كل 3 ايام، كل 5 ايام، على حسب الظروف. والله انا مش بايديا ان اعمل حاجة، انا اللي عليا بألف لكم التأليف، سواء قصص او اغاني حزينة، وانتم بتتفرجوا عليه وتحطوا لايك وكومنت وتقولوا لي رأيكم في التأليف بصراحة. ولحد هنا يا أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.